سلام سلام غالياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. والفيديو هذا يلقاكم كامل لاباس. كما راكم تشوفوا فيديو اليوم خرشف يجي بنين، وشو نقول لكم معسل، يستاهل فانكم. وقبل ما نروحوا للوصفه نرحب بكامل المشتركات اللي دخلوا جدد، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا قناه غالياتي. ان شاء الله تكبر لمتنا يوم بعد يوم. وهنا كما راكم تشوفوا راح نبداو بالوصفه. كما راكم تشوفوا راها مقادير معتادين عليها، ولكن السر راه في الطريقه. نتمنى تكملوا الفيديو كامل وتشاركوني طريقتكم لتحت في التعليقات. كما راكم تشوفوا اول حاجه راح ندير الزيت ونص ملعقه تاع سمن، زوج مغارف زيت، نص ملعقه سمن. نقلي بيها الدجاجة تاعي. هذا الدجاج كل ما تقليه نقصوا عليه النار وقطوا الكيكوطة تاعكم ولا القدرة ولا الفاه راكم رايحين طيبوا، قطوها وخلوها تتقلى مليح مليح. كل ما تتقلى كل ما راح تعطيكم هذيك العصارة، وهذيك العصارة هي اللي راح تعطيكم البنة في في الطبق تاعكم. كما راكم تشوفوا هنا استعملت الدجاج. تقدري تستعملي دجاج، تقدري تستعملي جمبو فقط راه يفي بالغرض. واستعملت زيتون، واستعملت خرشف كنت غليته في الماء ودرت له طرنج تاع قارص باش تتنح منه المرورية. ضروري تغلوه. كي تقلى الدجاج تاعكم مليح نضيف التوابل. عندي راس حانوت، كمون، تقدروا تستعملوا فلفل اسود، تقدروا تستغنوا عليه، انا ما درتوش بصح راح تجيكم واحد الماركه واش نقول لكم. درت العرق الاصفر، راس حانوت، كمون، عرق اصفر، ورشه تاع قرفه. دوك تشوفوها حاجه قليله فقط، تقدروا تاني تستغنوا عليها. ونخلط مليح هذوك التوابل مع الدجاج. هنا راني ما خلطتش مليح لخاطر خفت على التليفون. تقدروا تستعملوا الجمبو بنفس الطريقة، تفتحوا المكعب في الزيت والسمن والثوم. احنا راني درت الثوم ما قلتلكمش برك، ما صورتوش عفوا. والزيتون مهم، هو اللي راح يزيد البنة الخرشف هذاك. كما نعرفوا الخرشف الكرم ما يحتاجوا حاجة هاك تدعمهم باش يخرجوا بنان، وحدهم ما فيهمش البنة وقليل اللي ياكلهم، سواء كبير ولا صغير. والمرق بشوية كما راكم شفتوني ما نكثرش تمرق، ما تخليهاش حتى تتغطى، راها ماهيش شوربة، راها شوفوا هنا كيفاش جاتني. خليتها برك تبقبق شوية وطفيت عليها. وهذا هو الطبق تاع اليوم، زينته بالحشاوش. ان شاء الله يكون عجبكم، والى الملتقى في فيديوهات قادمة ان شاء الله. واللي اول مرة تشوف القناة نقولها نورتينا حبيبتي، وان شاء الله ما تكونش هذه اخر مرة. إذا عجبك الفيديو اشتركي وفعلي زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.